بسم الله على بركة الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نخدموا الكب كيك اللي هو كما كيقولوا ليه مادلين او الكب كيك او المافن. المهم على بركة الله غادي نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. على بركة الله غادي نبداو في تقديم المقادير. عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء، كاس ديال السنيده، جوج بيضات، وعندنا جوج خمارات. عندنا هنا زيت ديال الحمض، الا ما كانش عندك تعوضيه بديال الليمون او لا خماره ديال الفاني. عندنا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. وعلى بركه الله غادي نبداو. هذا كاب كيك اقتصادي ساهل، كيجي زوين ورائع، تقدري توجديه في البيت ديالك على بركه الله. غادي نخدموا الهشوار. بسم الله. غادي نديرو البيض هنايا في هذا، نزيدو عليه سنيده، نطربوه مزيان. من بعد ما طربنا البيض والسنيده غادي نضيفو هاد لو زيست هذا ديال الحامض، غادي نضيفو كاس ديال الزيت، وغادي نطربو هاد المكونات مزيان. من بعد غادي نتلاقاو على بركه الله. من بعد ما طربناهم غادي نضيفو الكاس ديال الماء اللي هو بحراره المطبخ، يعني ماء عادي. من بعد ما طربنا السوائل ديالنا غادي نضيفو كاس ديال المهم نزيدو الطحين. بسم الله على بركه الله. كيكون مغربل من قبل. السر ديال هذا الكب كيك هذاك خصو يكون ثقيل شويه على الكيكه باش كيجي القوام ديالو متماسك وكيصدق لينا، ما كيسيحش في هذا في لي مول ديالو. المهم الدقيق على حسب النوعيه ديالو. انا هنايا عندي نوعيه جيده، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. المهم انا غادي نطرب هذه الكميه هذه. هنا ما هزتليش 3 الكيسان كلهم. غادي نضيف واحد الكميه ديال الدقيق وغادي نضيف عليهم جوج خمارات ديال الحلوى من فئه 7 غرام، يعني 14 غرام. هاد الكب كيك قد ما جلس قد ما كيجي زوين وكيكون القوام ديالو مزيان. نضربوه واحد شويه ونعاودو نرجعو ان شاء الله على بركه الله. وهنا كما كتشوفوا القوام ديالو كيكون ثقيل. هانتوما غادي نحيدو الموس. السر ديالو هو انك كديريه كتصاوبيه بحال هكا، كتميلونجيه وكتخليه واحد المده قد ما خليتيه نص ساعه او ساعه. فاش كتديريه في الفران يطيب، يعني كيتنفخ وكيجي زوين، ما كيهبطش وكيكون القوام ديالو زوين. هنا كما كتشوفوا الخليط كما ثقيل. غادي نديرو في الثلاجه واحد نص ساعه هكا
نخليه حتى المهم واحد نص ساعه على ما يخمر مزيان، وغادي نديرو في المول ديالو، ومن بعد غادي نطلقوه على بركه الله. هنا البنات من بعد ما كملتهم درت جوج شكال. هنا درت فيه الكاكاو، وهنا درتو غير سامبل. درت لهم البيبيط دو شوكولا، خليتهم مده ساعه. نسيت ما قلت لكمش واحد المعلقه ديال الخل حتى هي غادي تزيدوها من بعد باش تكملوا الاضافه ديالها. درت ليا هنا 12 الحبه زائد شحال هنايا 5 ديال الحبات. المهم غادي نشعل الفران وغادي نديرهم في التحت حتى يشدوا راسهم مزيان ويتحمروا، ومن بعد غادي نطلعهم الفوق على بركه الله. غادي نشعل الفران على المهم انا هكاك ديك 170 180. نشعل الفران الفوق والتحت وغندير الفلفله ونسد عليهم. وهذا كتشوفوا فيهم كتحلوش عليهم الفران باش المهم تيشربوا مزيان داك الفوق ديالهم، ومن بعد يطلعوا يتنفخوا عاد كنطلعوهم للفوق على بركه الله. وهنا من بعد ما طابوا كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.